فيلمنا بيبدأ مع آنيا وهي مع حبيبها زينو، وبتكون سعيدة جدا معاه وبتشوفه دايما مهتم بأكله ورشاقته وجسمه عكسها لأنها بتحب الأكل وخصوصا الحلويات، وبيبان على جسمها إنها مليانة شوية ودايما بتحاول تتحكم في أكلها لكن بتفشل لأن سواء كانت مبسوطة أو زعلانة بتروح تاكل لحد لما بيجي، وبتكون المفروض تروح الفرح مع زينو حبيبها وبتقيس كل الفساتين اللي عندها وما بتلاقيش ولا فستان داخل فيها أو لايق عليها لحد لما بتستقر على فستان معين لكنه بيكون مكشوف بزياده وبيبان انها تخينه، واول ما زينو بيشوفها بيتضايق من شكلها لانها حاطتها تخينه قدام باقي اصحابه اللي معاهم بنات رشيقات ورفيعات الجمال منها بكتير، فبيقول لها انه تاخروا على الفرح وبلاش تيجي معاه عشان عايز يروح بالميعاد مظبوط، بس في الحقيقه بيكون عايز ما تجيش معاه لانه مستعر منها، ولان انيا غلبانه وطيبه بتصدقه وبتدخل تلبس هدوم البيت وتقعد في البيت وبتتابع الفرح من خلال الصور اللي بينزلها زينو واصحابه لحد لما بتلاقي صوره لزينو وجنب واحده ثانيه، فبيدخل على بروفيلها وبتلاقيها منزله صور لها مع زينو وهي بتبوسه، فبتقوم تلبس الفستان القصير بتاعها فورا وتجري في الشارع عشان توصل له للفرح. فبتلاقي صاحبتها ناتاشا واقفه بعربيتها فبتطلب منها انها تاخدها فورا للفرح، واول ما بتوصل بتلاقي زينو بيرقص مع البنت اللي كانت قاعده جنبه، فبتدخل بينهم وتكمل رقصه معاه لحد لما بيجي وقت البوفيه وبتحط كميه اكل كبيره قدامها وبتفضل تاكل فيها جنبها ومكسوف منها ومستعر من شكلها لحد لما بيقول لها انه محتاج يقول لها حاجه، وكان بيجهز كلامه من اسبوع وهو انه عايز ينفصل عنها والمشكله مش عنده هو بس عندها هي، لانه اول ما قابلها كانت شخصيتها ثانيه وشكل ثاني مختلف دلوقتي تماما، وبيجي العريس والعروسه ويقطعوا كلامهم ويفتكر العريس انها حامل ويبارك لها، فبتتكسف اكثر وبيقول لها زينو انها هيسيبها ومش عايز يبقى معاها، وبيقوم من جنبها وبتفضل تعيط لوحدها وبتخرج من الفرح وهي زعلانه جدا وبتحرك على بيت آلاء وبتفضل تعيط لامها وبتقول لها انه زينو سابها ووزنها واللي بيقول عليها مهمله من الاهتمام بنفسها ومش عايز يبقى معاها تاني وبينفصل عنها، فبتحاول والدتها انها تهون عليها شويه وبتبان عندها الليله وبتروح تاني يوم لصاحبتها ناتاشا واللي بتقف جنبها وبتقول لها انه من 20 رجل في المنطقه وانه لو عايزه واحد فيهم تعمل كده عشان نفسها مش عشان زينو لان سابها وهي في حاله نفسيه وحشه، فبتقرر انها تدخل الجيم وتهتم بنفسها وتتحسن عشان زينو يرجع لها برضه، وبتروح الجيم اللي مش عارفه فيه حاجه وبتلاقي حواليها اجسام رشيقه كتير، وبتبدا اول خطوه لها على طريق الرشاء، وبعد لما بتخلص الجيم بتروح مطعم وجبات السريعه اللي شغال فيها صاحبتها ناتاشا وبتطلع وجبه كبيره عشان تاكلها، فبتاخد ناتاشا الوصفه من قدامها وبترميها عشان تمنعها من الاكل اللي هيزودها وزن ويدمر خطتها، وبتقول لها ناتاشا انها تخليها تخس غصبا عنها وتمنع الاكل عنها باي طريقه، والمره ترمي البيبسي اللي في ايديها، وبيجي الليل وبتيجي انها عايشه مع ناتاشا صديقتها في الشقه وبتحاول انها تتحسب لليل ناحيه الثلاجه وتفتحها عشان تاخد كل الاكل اللي فيها لانها جعانه والاكل الرجيم مش هيجبعها، لكنها بتلاقي ناتاشا في ظهرها وامورها انها ترجع الاكل من مكانه ومن تاني وبترجع تنام عشان تستعد لتاني يوم، وتبقى مشكله اني الاكبر انها شغاله في محل حلويات واكل بيكون محاصرها من كل حته، وبتحاول على انها ما تقدرش انها تمنع نفسها من الاكل وبتفضل باصه للتورته اللي زيها من بعيد وعشان تنافسها في اكلها، بس التورته اللي بتكتسب وبتاكلها اناتها كلها لحد لما بتخلصها وبتدور على الانترنت على اي مجموعه مسانده وبتلاقي مجموعه بتنضم ليهم وبتشاركهم معاناتها في الرجيم، وبينضم ليهم واحد اسمه كوريا وبيكون راجل الوحيد في المجموعه، ويفضلوا كلهم يتكلموا لحد لما بتستأذن انيتا وبتمشي، فبيجري كوري وراها وبيقول لها انها الوحيده في المجموعه اللي صغيره في السن وانه بيدور على حد يشاركه التمارين ومالوش اي اصحاب، ده غير انه التنمر اللي بيواجهه دايما في الشغل لانه تخن واحد فيهم، فبتوافق انهم يروحوا يتكلموا مع بعض على الكافيه ويقول لها انه نفسه تبقى فيه رجيم التمارين وانه هيتدرب معاها في اي وقت وهتحبه ويمكن يحمسوا بعض، وبتوافق على كلامه وبتروح البيت وبتفتح الاكونت بتاعه وبتشوف فعلا انه مالوش اصحاب وان زمايله كانوا عاملين عنه فيديو وتريق عليه تنام لتاني يوم، وبتلاقي ان كل رجالها بيتها عشان يبداوا زور برنامج الرجيم والتمارين، وبتكون مكسوفه انها تتمرن في الجيم اللي موجود في جنبها قدام الناس لحد لما بيحمسها كل يوم ويبدا انهم يستعملوا تمارين سوا، وبتجبر اناتا نفسها على الاكل الصحي والخضروات وحاول تقاوم كل المغريات اللي حواليها سواء من اهلها او نظرات زمايلها في الشغل، وانها سايبه كل الاكل والحلويات اللي حواليها وبتاخد الخضروات بس، ويبدا وزنها اللي ينقص فعلا، وبتكون حاطه صوره زين على موبايلها عشان يحمسها اكتر لحد لما بتنجح انها توصل للوزن اللي عايزاه، وبتروح تتمرن في مع زينو يمرن فيها السباحه وبتعمل نفسها بتشبه عليه وبتقول لها انه طلبت تمارين برايفت معاه، وبيرجع تاني زينو يعجب بيها، لكن بتظهر صاحبتها الجديده وبتشد انتباهه تاني لحد لما بتحبط هي
لا ما قدرش تخليه يحبها من تاني، وبتروح تسهر مع زينو في كازينو وبتفضل تشرب كتير، وساعتها بيعجب بيها واحد من الموجودين وبياخدها معاه بيته وبيصحي في بيته وما تعرفش وتحس فيه انها حد داخل عليها، فبتمسك اقرب حاجه عليها عشان تضربه الشخص اللي اعتدى عليها ده، لكن بيطلع كولي وبيقول لها انه جه في اخر لحظه وهي بتركب التاكسي مع واحد ما بتعرفوش ومنه بالعافيه بعد ما اتخانق معاه وقام على بيته ونامت، وهو نام برا وبيقعدوا سوا وبيقول لها انه ما فيش علاقه حب من طرف واحد ولازم تدور على حد يحبها زي ما هي، وبيعرض عليها انها تروح لوالدتها او والدها اللي انفصل عنها من صغرها وبتتكلم معاه شويه وبتسمع كلامه وبتروح على والدتها عشان تاخذ رقم والدها منه، لكنها بترفض تديها الرقم لانها بتقول لها ان والدها بيكرهها وسابها من زمان انه ما بيحبهاش ولا حابب يشوفها، بس يعني بتضطر انها تاخذ رقمه برضه وبتستنى والدتها تخرج من البيت وبتفتح دفتر الارقام التليفونات وبتاخذ رقم والدها منه وبتتصل بيه، فبيقول لها انه حيحب يقابلها جدا ويبعت لها عنوانه على الموبايل الدرج بتاعه وبتيجي منه جاكيت اللي والدها سبق عليها قبل ما يسيبها، وبتاخد وبتتحرك على البيت ناتاشا وبتلم حاجات عشان تروح تقعد مع والدها شويه، وبتخرج في حاله اكتئاب اللي بقت فيه، وبتخلي كولي يوديها لوالدها ويفسحوا طول الطريق بتاع السفر وبيستمتعوا بالسفر لحد لما بتوصل لوالدها، لكنها فعلا بتلاقي شخص صعب في التعامل وما بيكونش مبسوط انه شافها وكان مسهم وبيتعامل معاه بمنتهى البروده وبيقليل، وبتدخل انيب السوان موجود في بيتها لكنها بتغلط وبتكون سبب في ان الصور بيتولع، فبيجي والدها يتخانق معاه لانه السبب في حرقها ومش بيكون حياة بنته هي السبب، وبيشوف هل هي اتصابت ولا لا، فبيتخانق مع كولي وبيقول لها ان بنته كانت حتموت وهو حتى ما حاولش يطمن عليها وانها كانت جايه له عشان محتاجه والدها، واللي يطمنها لكنه كانت غلطانه من الفكره فيه اصلا، وبياخدها كولي وبيرجعه البيت تاني ووالدها وبيوديها هدوم وتلبسها وبتكون لابسه فوطه من بعد ثواني وبيوصلها لحد بيتها، وبيكون اهلها مش موجودين فبيقول لها انه تفطر بهدومها ويبقى بعدين عليها بعدين وتشكره انها جدا على مساعدته ليها، وبيسيبها ويرجع بيته لكنه بيلاقي ناس بيتبعوا على الطريق، فبيقرر انه ينزل يشتري ويرجع تاني يوم لانيتا ويعترف لها بحبه، لكن اثناء ما بيرجع بيكون زينو موجود عندها في البيت ويعتذر لها على اللي عمله ليها وبيقول لها انه بيحبها وبيرجع بعد من تاني، واما يرجع كوري تاني وبيشوف انيمه مع زينو من خلال شباكها فبيرمي في البيت ايدها ويبعد عن بيتها بعد ما يسيبها، بتفكر في علاقتها مع زينو وانه ما بقاش مرتاح زي الاول، وبعدها بتروح بيت ناتاشا بتلاقيها عامله حفله هناك وبتحكي لها على اللي حصل مع والدها ومع زينو لحد لما بيدخل عليهم واحد ويديها شيشه عشان تشرب منها، فبترميها من البلكونه وبتساعد على عربيه الشرطه اللي تحت وبتكون السبب في ان الشرطي بيطلع بيت ونتيجه وبتدفع رشوه ليه عشان ما يقبضش عليها لانها صاحبه الشقه وبتبوظ الحفله، وكل واحد فيهم بيمشي وبتمشي انيتا من البيت ناتاشا وما بيكونش قدام حد غير كوليه وبتروح له على البحيره اللي بيحب يقعد عليها وبيقول له ان ما فيش حد عندها تروح له غيره وانها بقت وحيده، فبيقول لها اللي ياكل انها ممكن تروح لحبيبها زينو تقعد عنده وانه كان نفسه يبقى صديقها لكن عمره ما حست بكده، وانها لازم تحب نفسها عشان الناس تحبها ويبصها ويمشي وبيكون ما فيش حد قدامه تروح له تعيط طول الليل، وطول ما هي ماشيه في الطريق لحد لما بتوصل قريب من البيت والدتها وبتنام في حال زرع قريب من البيت لتاني يوم، لكن من حظها بتكون في آلة قطع المحصول بتقرب منها وهي نايمه ومش حاسه بالآلات، لكن جوز امها بيكون واحد من اللي بيسوق الآلات وبينزل يجري عليها وينقذها حد اخر لحظه، واخيرا بتقرر انها تتكلم معاه لانها كانت بتكرهه جدا وبتحكي له كل اللي حصل معاه وبيقول لها انها لو حبت نفسها وصلحت علاقتها بكل اللي حواليها حتصلح حياتها، فبتقرر انها تروح لاول واحده وهي ناتاشا وبتقول لها انها السبب في تدمير حفلتها وانها سابتها وقت الجد وبتفضل تتاسف لها لحد لما بتسامحها، وبترجع تاني تعيش مع والدها في بيتها، فبتلاقي ان والدها جاي لها وهو لابس الجاكيت اللي هي اداته لها اما كانت عنده وبيتاسف لها على تعامله معاه وبيقول لها انه هيبقى دايما جنبها وبيحاول يعوضها على اهتمامه اللي هي فقدته، وبتخليه يوديها الماراثون الكليه والمجموعه بتاعتها المشاركين فيه وبتنزل تدور عليه لحد لما بتلاقيه بيشرب بيبسي، فبتاخدها منه وبترميها قدامه وبتقول له انه الصديق الوحيد اللي وقف جنبها في كل ظروفها وهي قدرت اللي عملها عشان وانها عرفت قيمه بعد ما زينو رجع لها كانت مرخصه نفسها معاه وانها علمها ازاي تحب نفسها وجسمها زي ما هي والا هيحبها وهيحبها عشان شخصيتها مش عشان جسمها، وبتاخده وبتقول له انه لازم يكمل الماراثون بتاعه مع مجموعته لانه اتعلمت عدم الاستسلام وبتحسن حياتها وحالتها وعائلتها بقى كل اللي حواليها. وبيخلص فيلمنا على كده ويا رب يعجبكم، ولو اول مره تشوفنا يا ريت تشترك معانا في القناه وتفعل الجرس عشان يوصلك مننا كل جديد وتخلينا جي